الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة جديدة مع يوم جديد. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه النهاردة. هنعمل اكلة حلوة بإذن الله هتعجبكم النهاردة. الولاد راحوا المدرسة، فطروا وحضرت لهم حاجاتهم وتوكلوا على الله. طلعت فراخ تتنقع وقلت انام شوية وأما اصحى اعمل الفراخ بإذن الله ونشوف هنعمل جنبها ايه. قمت لقيت الساعة 12:10، مفيش الا 3/4 ساعة بس. مفيش وقت انا احضر فيهم حاجة. تعالي يلا، بمناسبة ان هما 3/4 ساعة او نص ساعة هقولك ازاي في الوقت بقى البسيط ده تعملي اكلة حلوة جميلة. حتى لو وراكي عزومة كبيرة ممكن تستخدميها معاها. هنعمل فراخ ومعاها شوية رز حلوين. الرز ده ينفع أرضية في العزومات، ينفع معاه فراخ، بط، حمام، أي نوع لحوم هيمشي معاه وهيبقى جميل وهيبقى اقتصادي وهيوفر معاكي وهيفرش في أي عزومة. يلا بينا نتوكل على الله. لايك وسبسكرايب للقناة ولايك على الفيديو، ما تنسينيش بكومنت حلو بيفرحني. يلا نسمي الله ونبتدي الوصفة ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. يلا نبتدي ونقول بسم الله. مين يصدق ان الاكله الحلوه دي اتعملت في نص ساعه او في 3/4 ساعه؟ وقت قياسي جدا. تعالوا نشوف يلا اتعملت ازاي. زي ما انت شايفه كده انا عملتهم كلهم في صينيه واحده. ممكن تعملها في اطباق زي ما انت عايزه، إيه اللي يريحك، بس كده اشيك واحلى وجميله وبتفكرك كده. يعني ايه بصورة الاكل انها حلوه. اول حاجه حله، وكنت مقطعه الفراخ طبعا ونقعاها وغسلاها وعامله فيها كل حاجه حلوه. إيه، عايزه تسيبي الفراخ بحالها انت حره، عايزه تبدلي الفراخ دي بلحمه تمام، مفيش اي مشاكل. بس هي في كلا الاحوال او بدلتيها باي حاجة لحمة او حتى حمام، حاولي اللي انت تعمليها بنفس طريقة الفراخ ديت. هتريحك جدا ويبقى طعمها حلو وفايدتها موجودة فيها، اللي هي القيمة الغذائية بتاعتها فيها بإذن الله. ابتديت ان انا اسخن حلة على النار واحط الفراخ فيها واسيبها بس تتلوح كده مع نفسها 5 دقايق مش اكتر، يعني ما كترش عليها. بس كده كان لونها اتغير ونزلت المية اللي فيها وخدت الصدمة اللي انا عايزاها. بس اكون مجهزة بصلاية كويسة مقطعاها تقطيع ناعم وابتدي اللي انا احطه عليها. بس كده بس كده. الفراخ مش هحط عليها الا ملح وفلفل اسمر بس، مش هحط عليها اي توابل الا ملح وفلفل اسمر. انا بوريكي اللي انا قطعت بصلايه واحده حطيت منها على الفراخ، وبقيت البصله عينتها على جنب هستخدمها، هحطها في شويه الرز اللي انا هعملهم. يعني هي كلها بصله واحده مع الفراخ. إيه يعني ايه انجزت وجابت من الاخر. دول شويه الفلفل الاسمر اللي انا عملتهم، اللي انا بقولك هما مش هياخدوا الا شويه فلفل اسمر بس، مش هياخدوا اي بهار تاني غير كده. كفايه. وخليكي حريصه، ودول شويه الملح، خليكي حريصه ما تحطليش البهار ولا تحطي البصله الا ما الفراخ تاخد صدمه الاول وتنزل الميه اللي فيها. هتفرق جدا في طعمها وهتبقى كويسه باذن الله. هبتدي اقلبهم تقليبه كويسه وهبتدي اغطي عليهم تاني وهسيبهم. اكون جهزت جزرتين مقطعاهم تقطيع، يعني كل جزرة بالنص بس. كان عندي بطاطس صغيرة برضو، قشرتها بس من غير ما اقسمها. وعندي نص فلفلاية بس. هم دول الحاجات اللي انا هحطها عليها. ليكي كمل الحرية. ممكن تقسمي البطاطس 2 لو هي بطاطس كبيرة. ممكن تقطعي الجزر مكعبات صغيرة. بس انا قلت اعمل كده كويس جدا وشكلها في الاخر كان جميل والولاد استفادوا من الخضار اللي فيها. دي معلقة صلصة جاهزة ضفتها عليها. ما انتش عايزة او عايزة تضيفي شوية طماطم معصورين في الخلاط مفيش مشاكل. ودول شوية شبت صغيرين كده ضفتهم برضو عليها. بس كده. تاني المكونات بتاعتها، لوحت الفراخ او اديت لها الصدمه، نزلت الميه بتاعتها، حطيت عليها فلفل اسمر، حطيت عليها شويه ملح، حطيت عليها بصلايه.
متقطعة تقطيع ناعم وغطيت عليها. بعد كده جهزت الخضار اللي هو يعني 3 4 حبايات بطاطس، حبايتين جزر، نص فلفلاية، شوية شبت، معلقة صلصة، وحطيتهم عليه. بس كده. كوباية مية بقى. طبعا كنت ظابطة الملح من قبلها. والفراخ بتتلوح. وبس على كده اسيبها بقى مع نفسها على نار متوسطة، تاخد وتدي كده النص ساعة بالظبط حلوة عليها. هتلاقيها استوت، وهتلاقي الشوربة دي ما بقتش شوربة، اختفت، بقى صوص كده حلو في الاخر. يتحط على الرز وعلى الخضار، جميل جدا، مفيش احلى من كده. بس كده. انا كنت بس بنزل البطاطس لتحت عشان تاخد السوا بتاعها ومع الفراخ، واتأكد ان كل حاجة استوت مع بعضها. يلا بينا بقى نعمل شوية الرز. حلة تانية على النار، حطيت معاها معلقتين سمنة حلوين. الرز ده حلو جدا بالسمنة. ما فيش عندك وعايزة تستخدمي زيت، هيبقى كويس برضو، بس السمنة بتوديه في حتة تانية خالص، بتودي الطعم في حتة تانية. بصي بقى، انا على طول بعمل الرز ده ب3 مكونات، اللي هم ايه؟ اللي هم لسان عصفور، شعرية، رز. بس ما لقيتش شعرية. اسكت؟ لا، ما اسكتش. قمت انا عامله لسان عصفور ورز. كانوا حلوين جدا وكانوا طعمين وما فرقوش كتير. بس هي زيادة تكملة، يعني ان هي الشعرية مع لسان العصفور بيبقوا زي ما يكون الاخوات التوأم، بيحضروا مع اي اكلة بيظبطوها. المهم ما لقيتهمش. جات الاخت اللي لوحدها اللي هي لسان العصفور، عملت الفايدة وعملت الموجود وعملت واجبها وزيادة وتوكلت على الله. بس استنيت لما لسان العصفور احمر، الحمار اللي هو الذهبي الحلو. وبعد كده اكون غاسله مج بس رز، على حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها، على حسب افراد اسرتك. ممكن تزودي، ممكن تقللي، على حسب ما انت عايزه. بس هي الكميه دي كانت حلوه جدا بالنسبه لي، ويعني جابت الفايده. تمام. تمام. ابتدت بقى بعد ما لسان العصفور ان هو حمار، الحمار اللي انا عايزاه اللي هو ايه، اللي هو ما سيبوش يغمق أوي ولا يبقى ابيض أوي، يبقى حلو عشان يبقى شكله في الرز حلو. تمام. تمام. اكون بقى غاسله رز واكون نقعاه، واقوم رايحه ايه، حاطه ده المج الرز اهو، مج الشوربه، عايرته على قده بالظبط، وخلاص على كده. تمام. تمام. مش هحط بقى ميه على طول، لا. انا عايزه بقى الرز يتلوح مع لسان العصفور شويه في السمنه، يعني يبقى متطعم كله بالسمنه قبل ما احط ايه، قبل ما احط الميه. الخطوه دي بتفرق جدا. تمام. تمام. تعالوا بقى نخش على الخطوه اللي بعدها، اللي هي برضو من الحاجات المهمه، اللي هي ايه، اللي هي الحاجات او المكونات اللي هضيفها على الرز هتديله نكهه حلوه. يلا بينا، يلا بينا. جزرايه متقطعه ناعم جدا، والبصلايه اللي انا كنت هي اصلا بصلايه في الاول، وحطيت 3/4 مع الفراخ وشويه صغيرين عندهم. والفلفلايه اللي بقيتها برضو كنت حطها مع الفراخ. شوفي مكونات بسيطه ازاي، مكونات بسيطه جدا، بس انا عايزه اقولك ان شويه رز تحلفي بيهم اللي انت ما دقت بطعمتهم ابدا. تمام. تمام. تعالوا بقى نشوف الاهم من ده كله. ايه الاهم؟ التوابل اللي هي اساس شويه الرز. طبعا حطيت الملح، انا لسه ما ضفتش ميه، يعني كل ده ولسه ما ضفتش ميه. حطيت الملح، شويه ملح محترمين جدا. يعني ايه محترمين؟ يعني كتر الملح شويه عشان الحاجات دي يعني بتاخد ملح كتير. تمام. إيه، لو الرز لوحده من غير اي مكونات بيطرد الملح، لكن عشان في الحاجات دي كلها هيبقى عايز ملح كتير. دول شوية كركم، حوالي نص معلقة كركم. الحقيقة ان الكركم ده بيفرق. ودول ربع معلقة كمون. تمام. تمام. نص معلقة كركم وربع معلقة كمون. احنا لو انتوا فاكرين واحنا بنعمل الفراخ في الاول قلتلك الفراخ مش هتاخد الا فلفل اسمر وملح. البقى اللي خد التوابل كلها هو ايه؟ شوية الرز. ايه ده بقى؟ دول القرفة. قرفة، قرفة مع كركم، هيعملوا الفراخ البتاع اللي لا اله الا الله محمد رسول الله، هيعملوا الرز، هيودوه في حتة تانية خالص، هيعملوه نكهة وطعم وحاجة جميلة. البهارات مش كتير، البهارات مش كتير،
يعني ما تستكترهاش وتقولي البهار كتير جدا، لا لا لا، استني للاخر واحكمي على الحاجه في اخرها عامله ازاي. وعايزه اقولك طعمها وريحتها جنان. انتي تعبانه وعندك ظروف صحيه تمنعك ان انت تحطي قرفه، او ما بتحبيش القرفه، ما تحطهاش. واستكفي ان انتي حطيتي شويه كركم بس، مع ايه، مع شويه كمون، او عايزه تستغنى عن الكمون مفيش مانع، يبقى شويه كركم مع الملح. حلو جدا. حطيت في الاخر ميه الرز العاديه اللي احنا بنضيفها على طول، وبس كده. ابتديت اللي انا اقلبها واتاكد ان الجزر والفلفل والبصل دخل في الفراخ وطلع وكل حاجه. كان عندي شويه زبيب حطيتهم عليها برضو، بس ما تصوروش. وخلاص على كده اغطي عليها، اسيبها على نار متوسطه تاخد وتدي كده و... وما نشفت او اتشربت ده كان منظرها جميل جدا. تحفه تحفه. الرز بيتكلم عن نفسه، تحفه. هوطي عليه النار وهسيبه لما يخلص خالص. هو لسه تقريبا انا كنت بكتشفه لسه عايز ينشف شويه او عايز يفرفر شويه، زي ما احنا بنقعد نقول إيه، عشان الحبايه ما تبقاش ماسكه في التانية. طفيت على الفراخ، ده منظرها. الفراخ ما عادش موجوده اثر للميه بتاعتها خالص. ابتديت ان انا اعمل بقى ايه، التاتش بتاع الغرف. ايه التاتش بتاع الغرف دي؟ على فكرة انتوا ممكن تعملوا الفراخ دي في الفرن بنفس المكونات دي، وتقفلوها بورق سلوفان وتدخلوها في الفرن وتعملوها، هتطلع متحمرة، ومش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا ايه، معلقة السمنة مع تحمير الفراخ اللي في الاخر ده. بس انا عشان الانجاز اللي الوقت يعني زي ما انا قلت لكم كنت محتاجة ان انا اخلص كله في اسرع وقت، فهي ادتني نفس النتيجة ونفس الطعم، مفيش مشاكل. اللي واقع في الطاسه ده لسان عصفور، هشيله دلوقتي. وهبتدي ان انا احمر الفراخ القطع اللي انا ايه، اللي هي خلصت واستوت وبقت تمام التمام. ده الفراخ اهي، بطلعها من الحله، بحطها في قلب الطاسه مع معلقه السمنه وتتحمر. الرز معمول بسمنه والفراخ متحمره بسمنه، مع شويه الصوص بتاعهم، مع البطاطستين اللي استووا والجزرتين. بصي نكهة تانية، صينية تحفة، يعني صينية بتتكلم عن نفسها، حاجة كده وهم. جربيها هتعجبك والله جدا، مش هتبطلي تعمليها من كتر حلاوتها. الاكل محتاج تغيير، مش كل يوم نعمل نفس الحاجة، محتاج تغيير. ممكن هو صنف ولا اتنين، يعني مثلا بنستخدم فراخ او بط او فراخ او حمام وبناكلهم على طول. طيب جددي فيهم، يعني نوعي في اكلك، هيفرق معاكي جامد وهيفرق في اكلك وهيفرق مع اولادك وكده. تمام تمام. ابتديت بقى ان انا اجهز اللي انا خلاص يعني، وانا بحمر كده كان الولاد داخلين من الباب. ابتديت ان انا اجهز خلاص، واتاكد اصلا كانت الفراخ واخده لسعه من الحله، فيها حتت متحمره الوحيده. فقلبتها على الجهه التانية وابتديت احمر كله مع بعضه. البطاطس مستويه، الجزر مستوى، حاجه كده تحفه. دول شويه الصوص اللي في الاخر مع شويه البهاريز بتاعتهم، هستفاد منهم برضو. وتعالوا يلا نشوف رصنا الصينيه الحلوه بتاعتنا وعملناها ازاي. صينيه الومنيوم اهي، عاديه خالص مفيش فيها اي حاجه. ده الرز بعد ما خلص، لون وطعم وشكل وحاجه تفرح، جميل جدا 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 فوق ما تتصور. يلا بينا بقى نقلب الرز ده اول حاجة، قلبة براك كده الحلوة الجميلة، ونشوف هنعمل ايه، هنعمل فيها ايه. بسم الله بسم الله. دي اول حاجة عملناها. الزبيب متحمر تحت، اللي انا شويه الزبيب اللي انا حطيتهم مع الرز اتحمروا تحت وتعسيله كده حلوه، مع شويه الحاجات اللي انا عملتهم. عايزه اقولك اطعم شويه رز كلتهم حلوين جدا جدا. بقلب كده كاني بقلب في تورتايه، مش بقلب في شويه رز. جميل ومش ومفرفرين كده، كل حبايه بحبايتها، حاجه حلوه كده. كلناهم وهما سخنين، مع ذلك طعمين وحلوين، مش هتنسيهم لو جربتيهم، مش هتنسيهم مدى حياتك. مش شرط زي ما انا قلت لك في الاول تعملي جنبهم فراخ، اي صنف لحوم يمشي معاهم، جميل جدا. ينفع معاكي وفي اي عزومه.
يفرش معاك ويبقى حلو جدا. زي ما قلت لك انا ما كانش عندي شعريه، عملت لسان عصفور مع الرز، بس شكلهم مش لسان عصفور مع رز، مش عايزه اقول لك هم عاطين على ايه، اكيد شكلهم باين، ولو عملتيهم ودقتيهم هيبقى الطعم اكتر من الشكل جميل جدا جدا جدا. ابتديت بقى انا اوزع شويه الرز في الصينيه من تحت، ابتديت انا احط الجزر واحط البطاطس، كل حاجه مستويه ومش مستحمله. عايزه اقول لك ان ما كانوش مستحملين حتى ان انا احط يعني اوزعهم بالمعلقه، فاهماني؟ من كتر ما البطاطس والجزر كانوا مستويين قوي زياده عن اللزوم. ابتديت ان انا اوزعهم كده بايدي على قد ما ايدي استحملت، طبعا كانوا سخنين زياده عن اللزوم، على قد ما ايدي استحملت اللي انا احطهم على الصينيه. اللي قدرت اجيبه بالمعلقه جبته وبس كده. دي كانت وصفة النهاردة، جميلة جدا وسهلة جدا وخلصت في اقل وقت. مش عايزة اقولك هي ما خدتش وقت اساسا، جربيها. احنا بنزهق من عمايل الاكل، دي طريقة حلوة هتعجبك باذن الله. اتمنى ان انت تطلعي مني مستفيدة باي حاجة، معلومة، فكرة، اي حاجة. اتمنى اللي يبقى روح خفيفة عليكم في كل الفيديوهات، ما بقاش تقيلة عليكم ابدا. دي الفراخ المتحمرة، والله الكاميرا ظلماها، ظلمة التحميرة بتاعتها، كانت جميلة جدا وكان طعمها اجمل منها. ملح مظبوط وشكل وريحة وكل حاجة حلوة في الوصفة، ما شاء الله، ما كاملة لمحمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لايك للفيديو وتعليق حلو يفرحني، ما شاء الله. ابتديت بقى اللي انا اوزع على الصينيه كلها، مش شرط تعملي زي، لو انت عايزه تعملي زي وعايزه تعملي الاكله دي اعمليها في اطباق وقدميها بالطريقه اللي انت تحبيها، بس كشكل الوصفه وطريقتها كويسه جدا جدا جدا. ابتديت بقى اللي انا اجهز كل الفراخ، تقريبا هي كده الفراخ خلصت خلاص. لسه بقى البهاريز اللي كانت في الاخر الحله دي ما عتقتهاش برضو، حطيتها على الوش، كان ملحها مظبوط وكنت خساره اللي انا اسيبها. ابتديت اللي انا اوزعها على وش البطاطس وعلى وش الفراخ والرز، كلناها تحفه 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 وجميله وتجديد في الاكل. يا رب يعجبكم الوصفة، يا رب تكوني استفدتي مني بأي حاجة، نصيحة، معلومة، كلمة حلوة. مستنياكي ومستنية تعليقك الحلو ومستنية اشتراكك، مستنية القناة ترجع احسن من الاول تاني بإذن الله. انا عارفة ان انا اهملت القناة اليومين اللي فاتوا دول كتير، كان غصب عني والله. بس اللي انا فيه اهم يعني، الواحد مننا لازم يدور على ولاده الاول قبل ما يدور على اي حاجة. ماشي الفلوس مهمة وكل حاجة، وان انا كنت بقبض منها وكانت بتجيب قرش حلو كان تمام، بس ولادي اهم ومستقبلهم اهم، وان هم يعيشوا مرتاحين البال في حضن ابوهم اهم. وما سعيت وخلصت ده، ابتديت ان انا فوق لمستقبلي انا كمان. يلا سلام عليكم.